الحكومة هم جبناء، بل هم جزء من هذه المشكلة التي أوصلت القطاع إلى هذه العنق، عنق الزجاجة. لماذا؟ لأنهم تستروا ومارسوا التعتيم ومارسوا نوع من التستر على كل فصول هذا النظام الأساسي. الشرعية سأقدم لك معطيات من قلب هذه التنظيمات النقابية كلها هذه التي شاركت في صياغة هذا النظام الأساسي والآن تتباكى ويتعالى صراخها، لن تخبر ولو أعضاء المكاتب الوطنية بما كان يحاك وبما كان يدور من نقاشات فيما بينهم. تخيل معي، هل هناك من يستشعر كرامته كرجل تعليم أو كمواطن مغربي، من له عمود فقري يستطيع أن يقبل بهذا؟ سلموا لنا محضر 14 يناير، عطونا مع 9:30 بالليل، كنا في اجتماع للمكتب الوطني وقالوا لنا عطينا النقابات كلها مع 9:30 بالليل ديال الجمعة، وقالوا لنا غدا جيو باش نهزوكم من رئاسة الحكومة توقعوا عليه. هل نقبلوا هذا الامتهان وهذا الإذلال وهذا التحقير لكرامتنا ولنضالنا ولجورنا ولعلة وجودنا؟ يعني النقابات نعم مع الحكومة ضد الأساتذة، لأنهم يمارسون، بعضهم ملحق بأحزاب مسؤولة عن هذا الوضع، والبعض الآخر راكين كما الحزبي كتقول النقابات باعت الأساتذة للحكومة. رباعي باع الجملة، وبعضهم يؤدي دور الخناس لدى وزارة التربية الوطنية. تقول لي سير دور شرح لي 14. نعم عضوا على رأيك كيف ما بغيتي غير بدون تشريع. الناس هذه الممارسة لا زالت سائدة في قرى المغرب، وهي تعبير عن نظام اقتصادي واجتماعي معين. لذلك نقول بأنه بالإمكان إصلاح التعليم، وبالإمكان توفير الموارد المالية لإصلاح التعليم ولإصلاح الصحة. يلتهم الفساد في المغرب ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى ما يكافئ 3 مرات الميزانية التي ترصد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالإمكان إصلاح التعليم، ولكن هؤلاء جعلوا من المغرب مثيلا للصومال ولمالي وللزيمبابوي من حيث درجات الفقر. رواندا أعطت نموذجا في إصلاح التعليم، حتى إثيوبيا اللي كنا تنظروا بها إلى حدود مرحلة معينة أعطت دفعة قوية للتعليم. التعليم وإصلاح التعليم لا يمكن عزله إطلاقا عن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، لأن عندنا نموذج ديال اقتصاد ريعي طفيلي نسميه تجاوزا اقتصاد. هذا الاقتصاد لا يمكن أن يشكل قاعدة للنمو ولا للتنمية في البلاد. النقطة لأنه هذه نقطة مفصلية وركزوا عليها بزاف في الحكومة البارح، والزعماء ديال الأحزاب 3 قالوها وعاودوها بطرق مختلفة. النقابات عدم إضعاف النقابات، الحوار مع النقابات. يعني نتوما كتنسيقيات ليس لكم شرعية باش انكم تفاوضوا، لا بالنظر للحكومة اقول، يعني تعتبركم الحكومة كتنسيقيات اليوم؟ اسمح لي، كإعلام محايد كمتخصصين في الشأن العام كانوا 150,000 أستاذ. هل تستطيع أي نقابة من التي حاولت الحكومة أن تخرج 1%؟ 1500 ديالها مناظرين ديالها عندما أرادوا الوقوف أمام الوزارة اجتمعوا مجتمعين وما كانوش 1000. النقابات اليوم تعيش على ارتهاء تاريخي للأسف، باستثناء الجامعة والحل للأسف الشديد. الديمقراطي. هذا الإشكال هذا ديال إضعاف مؤسسة النقابة لدورها المحوري اللي عندها الصفة القانونية باش توقع مع الحكومة، باش توقع معها وباش توقع مع الحكومة. فاش يمكنوا؟ راه بغيت نسمعني يكمل. فاش يمكنوا؟ ما تيمكنوا والو. راه كنهضروا مثلا على مثلا الشغالين المغاربة اللي منخرطين في النقابات أقل من 5%. اش يمكن ما عندوش النقابات؟ ما دخلتوش في النقابات. حنا الاشكال ديما بلاتي تسمح لي نقول لك النسيقيات. راه مشينا عند النقابات قبل ما يصدر هاد المرسوم، فاش كان مجرد اتفاق ديال مبادئ اللي سميناه اتفاق المشؤوم. وفاش نمشيو عندهم كيقول لك علاش قلنا مشؤوم وحنا راه سنينا عليه، وهما كما قال الرفيق راه هما عندهم هذا الاشكال هذا عارفين. يعني الناس اللي كانوا تيحاوروا عارفين وخباو على مجالسهم الوطنيه على مكاتبهم وصحابهم بان الاساتذه لا يعرفون بحال رئيس الحكومه للاسف، بحال وزير التربيه الوطنيه واش بغى يشرح لنا. وراه حنا عرفنا هذا الشيء من 14 يناير قبل ما يصدروا هو.
واش رئيس الحكومه مرتبك البارح وتيعاود نفس الهضره تيقولها سي بن موسى وتيقولها بطريقه مختلفه. اش قال راه ما عطانا والو، الجوج الوضع. قال لك غادي يديروا لجنه حكوميه غاية راسها هو فيها وزير التعليم، فيها وزير الادماج المهني، فيها وزير الماليه والتعليم. هاد الناس هادو كانوا هما اللي داروا الحوار علاش كل سنه هذاك الاتفاق مشكون 14 راه هاد الناس، وكانت معيه رئيس الحكومه راه عرفوا هاد شويه بيطولوا الامد وتيتفلاو علينا وتيتفلاو على اولاد المغاربه حيت ما تيقراوش ولادهم في المدرسه العموميه. راه حنا التيل الاخير، راه الناس اللي باش يفهموا هاد القضيه. انتوما اللي كتحملوا لا هذا خطاب تيئيسي، خطاب ما خصوش يكون من الناس اللي خصهم يكونوا رجال دوله. وللاسف هذه الحكومه ليس فيها رجل دوله واحد، واتحداهم وزيرا تكون عنده المسؤوليه والقدره باش يسحب الان هذا المرسوم الاساسي الاستعبادي، يسحبوا. اذا كان رجل دوله سيسحبوه. لماذا؟ لانه ابناؤنا لا يدرسون بسبب حكومه اخ النجم، ابناؤنا يدرسون في ظروف مزريه، الاساتذه ضحوا من كورونا وما تيضحيو. علاش كل مشى تيقرا في الاقسام ما كايناش فيها الشروط الصحيه وما مجموعه من الاساتذه في الزلزال